أسفرت عملية نوعية نفذتها المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات عن حجز كمية من القنب الهندية قدرت بأكثر من 500 كيلوغرام بضواحي دائرة مغنية، وحجز كمية من الأقراص المهلوسة. في إطار مكافحة الجريمة بكل أشكالها وأنماطها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لمنع دخول المخدرات والمؤثرات العقلية إلى البلاد وملاحقة مروجيها ومتعاطيه، وبتاريخ 3/9/2016 قامت عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات بحجز كمية معتبرة من المخدرات قدر وزنها الإجمالي ب 515 كيلوغرام بضواحي دائرة مغنية، حيث أسفرت عن إيقاف شخص. وفي نفس السياق بتاريخ 4/9/2016 قامت نفس المصلحة بحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع إكستازي قدر عددها ب 730 قرص وإيقاف شخص. كما عالجت في الأسابيع الفارطة قضيتين حجز من خلالهما كمية معتبرة من المخدرات قدر وزنها ب 103 كيلوغرام وإيقاف 9 أشخاص. كما قامت في نفس السياق عناصر أمن دائرة مدرومة ومغنية في عمليتين نوعيتين من حجز قنطارين 71 كيلوغرام من المخدرات و940 قرص مهلوس على التوالي وتوقيف 3 أشخاص. هذه الضربات المتتالية الموجهة إلى بارونات المخدرات تجعل مصالح أمن ولاية تلمسان تمضي قدما في تنفيذ استراتيجيتها الأمنية، ومن بينها القضاء على التهريب بشتى الوسائل القانونية.